يعني هم يعني أصبحوا في حيرة. فعندما قاموا بالإعلان عن الوقف وكانوا فعلا يريدون أقل شيء في أقل تقدير التخفيف كثيرا من هذه الغارات لامتصاص الغضب الشعبي من أجل تجنب الرد، وأيضا يعني يعتقدوا أنه ربما بوقف عاصفة الحزم فإنه لن يكون هناك للرد من قبلنا شرعية كاملة، وأيضا أي مبرر يعني للتقليل من مبررات رد ذلك العدوان. يعني أنا أفهم منك أستاذ محمد أنه سيكون يعني رد الآن إذا ما استمرت هذه الغارات، يعني هناك رد أكيد، وأنت تعلن ذلك عبر الميادين أن سيكون هناك رد في حال استمرت الغارات. نعم بالتأكيد. نعم بالتأكيد. صحيح أنهم ربما قد يكونوا أخروا بهذه الخطوة من امتصاص غضب الشعب اليمني والتخفيف من الضربات، ولكن استمرار الحصار الجائر الذي يعاني منه اليمنيين كثيرا لابد أن يكون هناك رد. لكن أيضا أنا أريد أن أعود إلى نقطة مهمة كنت أريد أن أكملها، وهي أنهم عندما ربما كانت لديهم النية للتوقف بشكل تدرجي، ولكنهم أيضا شعروا أن بضغط من حلفائهم في الداخل بأنهم تركوهم، لذلك هناك تضارب وتخبط في الموقف السعودي نتيجة لأن قرار الحرب لم يكن قرارا لم يكن له أي مبررات. حركة أنصار الله أستاذ محمد البخيتي لديها تصور عن الرد، عن كيفية الرد؟ يعني أنتم جاهز سيناريو الرد على السعودية ولكن تنتظرون الوقت المناسب؟ نعم بالتأكيد، ونحن أيضا نوجه رسالة مرة أخرى إلى الشعب السعودي وكذلك للجيش والأمن بأن عليهم أن يراجعوا موقفهم، وأن تأخرنا في الرد هو من أجل إقامة الحجة. الآن واضح للجميع بأن هناك عدوان، بأنهم معتدين ونحن معتدى علينا، وأنهم في موقع الظالم ونحن في موقع المظلوم، وبالتالي عليهم أن يضغطوا على الحكومة السعودية من أجل أن تراجع حساباتها، لأن الرد الذي سيتخذ أنصار الله سيكون حاسما. كنتم تعلمون أستاذ محمد البخيتي أن أحمد العسيري العميد أحمد العسيري سوف يخرج بمؤتمر صحفي في ذاك اليوم ويعلن وقف النار، أم تفاجأتم بهذا الإعلان؟ أنا بالنسبة لي لم أكن أعرف ذلك، ولكن من الواضح أنه كان هناك تنبؤات حول هذا الموقف كما صدر من نائب وزير الخارجية الإيراني، حيث أعلم بأنه سيتم إيقاف عاصفة الحزم خلال الساعات القادمة، وبالفعل حصل هذا. ربما كان لديهم معلومات من داخل السعودية، أو ربما أنه كان هناك إبلاغ لهم بأن الرد سيكون حتميا أو قريبا، لذلك قاموا بمثل هذه الخطوة. ولكن هذا يعني الإعلان عن وقف عاصمة الحزم ومن ثم التلاعب وتغيير فقط تغيير الاسم، هذا يشير إلى أن هناك تخبط، وأيضا يؤكد أن الحكومة السعودية لا تحمل أي قضية. طيب أستاذ محمد، المتحدث باسم عاصفة الحزم يقول بأنه تقريبا دمر 80% من قدرات حركة أنصار الله والجيش اليمني المتحالف معكم، وبالتالي السؤال عن طبيعة الرد، يعني من أين ستأتون بالصواريخ إذا كانت قد دمرت بالكامل، وإذا كان شكل الرد صواريخ طبعا حسب يعني هذا تنبؤ، هذا افتراض، لديكم صواريخ تطلقونها خارج الحدود؟ نعم. أولا نحن لسنا بحاجة في المواجهة مع السعودية، نحن لسنا بحاجة لمثل هذه الأسلحة. ففي 2010 تمكن أنصار الله من الاستيلاء على أكثر من 45 موقع عسكري بعد أن أعلنت السعودية الحرب بسلاح الكلاشنكوف. لم يكن مع المجاهدين الذين توقلوا داخل الحدود السعودية إلا الكلاشنكوف، وأيضا لم تكن معهم ذخائر بسيطة، ولكنهم استولوا على الكثير من المعدات السعودية واستخدموها. إذن نحن بالنسبة لنا لا يوجد لدينا مشكلة مع السلاح، هذا من جانب آخر تقديرات العسيري هي غير دقيقة وغير صحيحة، لأنه في اليوم الذي قبله أدعى بأن هناك أسلحة كثيرة تم تهريبها من داخل المعسكرات إلى بيوت المواطنين، وقال نحن سنستهدف بيوت المواطنين كخطوة لتبرير استهداف المدنيين، وبعد ذلك يعلن فجأة بأنه قد دمر أكثر من 80%. طيب إذا كان دمر أكثر من 80%، لماذا قبل يوم تقول أنه
هناك أسلحة كثيرة وتريد استهدافها، وبعد ذلك تقول انتهت وأنه لم يعد هناك أي يعني فائدة لاستهدافها. إذن تلاحظ أن هناك تخبط الآن في الموقف السعودي، لأنهم يشعرون أنهم متورطين، وإن وقف عاصفة الحزم سيكون لها آثار سلبية عليهم، والاستمرار في الحرب ستكون لها آثار سلبية أكثر، وخصوصا عندما يأتي الرد من أنصار الله. لذلك هم أصبحوا متخبطين ومترددين في كل خطواتهم. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد